أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أيها الإخوة، لقد ترك فينا النبي عليه الصلاة والسلام واعظين بليغين، واعظا ناطقا وواعظا صامتا. أما الواعظ الناطق فهو القرآن الكريم، فهذه آيات القرآن الكريم تصابحنا وتماسينا، تنبه الغافل وتذكر الناس وتزيد المؤمن إيمانا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذا الموت أيها الإخوة يصابحنا ويماسينا في كل يوم. نودع صديقا، نودع أخا حبيبا عزيزا قريبا، ولكن الناس أيها الإخوة صم لا يسمعون. الناس في غفلة من هذا الموت الذي يأتي بغتة. الموت أقرب إلى الإنسان من لمح البصر، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها الإنسان، إذا جاءك الأجل ستموت ولو بعثرة قدم تعثرها، فلا بد أن تكون دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. تزود للذي لابد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الأكياس أي العقلاء، فقال: أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا له. أولئك الأكياس الذين ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لحينا وميتنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، شاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لأخينا أبي عماد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولجميع أموات المسلمين، وتقبل لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.